عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم باش نشارك معاكم وصفة بنينة وسهلة اللي هي كعابر التمر بالفاكهة. تستحقوها مع شقان الفطر وإلا في السهرية. فيها برشا منافع، تعطينا برشا طاقة، والبنة ما كيفاش سهلة في التحضير، مكوناتها موجودين في كل دار. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة ويلا نبداو. عندي هوني 200 جرام دقلة غسلتها بالكدا ونظفتها. عندي 70 جرام زوزة و50 جرام فاكهة مخلطة شوية شوية. أول خطوة نحيو القلب متاع الدقلة بالطبيعة بعد ما نظفناها كما قلت لكم بالكدا. ما ننصحكمش باش تعملوها بالتمر هذاك المرحي الحاضر متاع المقروض. ماذا بيكم هكا تاخذوا شوية دقلة وتنظفوها، تنحولها القلب متاعها وترحيوها تجيكم أبن. من بعد نحط الفاكهة الكل مع بعضها ونرحيها. هوني زدت معاهم مغرفة جلجلين، يعجبني القوم تاعو نحسو كيما الزرير. توا باش نرحي الدقلة نحط معاهم شوية زبدة، نسيسو الهشوار كان باش ترحيو بالهشوار كيما هكا، نسيسوها على خاطر انا تحرقت لي في الرحيان. توا خلطت الفاكهة بالتمر المرحي، دخلت المكونات الكل في بعضهم بيدي بالطريقة هذه حتى لين دخلتوا في بعضهم وليولي عجينة واحدة. ناخذ كل كعبورة وزنها 20 جرام نكملهم الكل ومن بعد نمشي نزينهم. النوع الأول زينته بالجلجلين كيما تراو بالطريقة هذه. النوع الثاني رشقت 3 كعبات فستق يكونوا هكا على شكل وردة، وكل واحد كيفاش يحب يزينهم وكل واحد وذوقه. نجموا تاكلوهم من غير حتى زينة، زادا يجيو بنين على الاخر. خذيت شوية نواه كوكو للنوع الاخر، غطست الكعبات هكا. خذيت شوية كاكاو للنوع الاخر كيما تراو في الفيديو. النوع الاخير خذيت شوية شوكولاتة ذوبتهم وغطست فيهم الكعبات، كملناهم الكل على نفس الطريقة. هذم الكعبات متاعنا بعد ما زينتهم حطيتهم في طبق للتقديم، نجموا تقدموهم لضيافكم والا في السهرية والا مع شقان الفطر. المفيد بنين برشا وفيهم برشا منفعة. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا اليوم، ما تنسوش باش تعملوا اشتراك في القناة. باي باي ناس كل.